السلام عليكم. معكم سمير فورماتور شركة فاقوب في إطار الصباغة والتزيين. اليوم غادي نتكلموا على واحد المنتوج ديكوراسيون اللي هو جديد، اللي هو إزمير. بالنسبة لإزمير عنده واحد المنظر رملي ميتاليزي وبراق. بالنسبة إزمير كيمتاز بواحد المميزة اللي هو سريع وسهل في التطبيق. الآن غادي ندوزو طريقة التطبيق ديال إزمير. اختارينا هذا اللون هذا اللي هو لون من بين الالوان ديال الكتالوج. هنا الا كانت عندنا مساحه صغيره كنحاولوا بلا ما نزيدوا كميه ديال الماء، ولكن الا كان مثلا مساحه كبيره كنزيدوا واحد القياس قليل ديال الماء. علاش؟ باش يجيني ساهل في الاستعمال. بالنسبه للتطبيق ديال إزمير كنطبقوا على واحد السيبور اللي هو ديجا كيكون بريباري بلوندوي بروديس، وكنفينيوه بواحد الطبقه ديال فينيل. اي فينيل ديال فاكوب من الاحسن كنديرو بروميير شوا اللي هو فاكونيل اس 400. ثم كتكون عندي هاد الفرشاه اللي هي مسطحه. كيف قلنا سابقا ان الطريقه ديالو راه ساهله في الاستعمال. هنا عندنا بالنسبه للارضيه اللي غادي نخدموا عليها عندنا الاختيار الاول هو كنلون الارضيه اللي هو الفينيل في اللون ديال إزمير، او كنخدموا غير على الابيض، يعني ماشي ضروري اننا كنتنتيو الارضيه اللي غادي نخدموا عليها. هنا من بعد ما كنخلط مزيان المنتوج ديال إزمير كندوز للطريقه ديال التطبيق ديال هذا المنتوج اللي هو إزمير. من بعد ما خلطنا إزمير مع واحد الكميه ديال الماء، كيف قلنا غادي ناخذوا هاد الفرشاه هي مسطحه وكنمشي كنخدم بهذه الطريقه هذه. كنحاول نملأ يعني بمساحه بمساحه، يعني كناخذ واحد الكميه معقوله في الفرشاه وكنمشي كنخدم بشويه بشويه عليها. بالنسبه منين غادي نبدا السيبور ديالي او الحائط ديالي، كنبدا منين ما بغيت، نبدا باليمين لليسار من الوسط على حساب. يعني هذا الديكور هذا كيخلي لك الوقت الكافي فين كتخدم. وكيف كتلاحظوا الارضيه اللي هي بيضاء يعني كتختفي ان هذا المنتوج هذا هو كيكوفري لينا هذا الحيط اللي غادي نخدموا عليه. لاحظوا الطريقه ديالو سريعه، يعني ما كتطلبش واحد المجهود كبير. هنا من بعد ما ضربت واحد المساحه تقريبا على حساب كل واحد، مثلا متر او 2 متر كاري، كنرجع بهاد الفرشاه اللي خدمت بها او فرشاه فارغه، وكنبدا كندير هاد العمليه هذه. كنضرب مثلا بهذا الشكل هذا وكنعاود نمشي بهذا الشكل هذا، يعني في جميع الاتجاهات. علاش كندير هاد الطريقه هذه؟ باش كنحصل على واحد الديكور او واحد الرماج اللي هو على شكل خرائط. كيبقى واحد البلايص فيهم هذوك المساحات فيهم دوك الحبيبات اللؤلؤيه، ثم المساحات فارغه. انتم كتلاحظوا كنبقى نخدم بهذا الشكل هذا، يعني كنخدم جميع الاتجاهات، مثلا الميلان مثلا من الاعلى للاسفل، من الاسفل للاعلى. وكتلاحظوا ان المساحه اللي كانت بيضاء انها تكبرات، يعني تغطات بهذا المنتوج هذا، يعني ما كنحتاجش انني ندير واحد لاباز اللي كتكون ملونه من التحت. في الاخير كنحصل على هذا الشكل اللي هو عباره عن خرائط، يعني غير بهذه الحركه هذه كيعطينا هذا الشكل هذا بلا ما كندير معاه واحد المجهود كبير. وكتلاحظوا اللمعان ديال هذا المنتوج هذا، وفي الاخير انه كيكون قابل حتى للغسيل. وكاضافه الى بغينا نزيدو ممكن انني نخليه حتى كيشرب مزيان واحد شويه، وكنستعمل هذه الاسفنجه هذه غير اضافه الى بغيت نزيدها. اشنو كندير؟ كنخليه حتى كنشف وكنحاول انني نمسح بهذا الشكل هذا مزيان. علاش؟ حيت كاين واحد الديكور يحتاج ان يعطينا هذه المساحات فارغه
100% بدون حبيبات. يعني نقدر نستعمل الفرشاة أو نزيد حتى هاد الإسفنجة في الطريقة النهائية ديال التطبيق ديال هاد الإزمير. وأخيرا كنحصلوا على هذا المنظر الرائع والجمالية ديال منتوج إزمير اللي كيعطينا واحد الأريحية في النظرة ديالو. بالنسبة لإزمير خدمنا هذا اللون هذا اللي هو أخضر، وغادي تلقاو عدة ألوان مقترحة من طرف شركة فاكوب اللي هما هادو اللي كتشوفهم على الشاشة، زائد الأبيض. بالنسبة لإزمير كتلقاو المعلومات ديالو في لابليكاسيون ديال فاكوب الخاصة بالكتالوج الرقمي، ثم كتلقاو عند أقرب العقاقير عندكم فهاد التعليب اللي هو 2 كيلو ونص زائد تعليب ديال 20 كيلو.